السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده عملت بقى مكرونه باستا جميله بالصوص. دايبه دوب كده في الصوص ده يا جماعه، طعمها خطيره وسهله كمان وبسيطه خالص، ما خدتش مني اي وقت. دي اكله المستعجلين، عايزه تعملي على طول اكله سريعه، بتخشي تعمليها على طول في دقايق. مش هتاخد منك اي وقت ولا مجهود. طعمها يا جماعه والله جميله. عاملاها بصدور فراخ بس كده، طعمها خيالي. شوفوا ده عامله ازاي، سايحه ازاي وجميله. والصوص ده يعني جميل ازاي عليها، ما شاء الله تحفة. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. معايا بقى صدر فرخة قطعتها كده بالشكل ده، شرايح، بس تكون السمك بتاعها ما يكونش لا تخين قوي ولا رفيعة قوي، عشان ما تبقاش ناشفة. يعني لو رفيعة بتبقى ناشفة كده وهتنشف يعني منك ومش هتبقى حلو. يعني تبقى في القانون كده. يعني الصدر لما يكون تخين بتعمليه على جزئين. اول حاجه بقى انا هتبل الصدور دي. جبت بقى رشه من الملح كده عليها، وبعد كده رشه بودره ثوم، ورشه برضو من بودره البصل بالشكل ده، وفلفل اسود برضو رشه كده. يعني كل حاجه كده بالنظره كده، يعني رشات كده بسيطه على كل قطعه كده. بنتبلهم كلاتهم حلو كده بالشكل ده، على اساس تبقى متبله معانا كده وشاربه التتبيله. هنحط برضو رشه من البابريكا. يبقى حطينا ايه، حطينا ملح، وحطينا فلفل اسود، وحطينا برضو بودره ثوم وبودره بصل وبابريكا. هنقلب برضو على الجزء التاني برضو نفس اللي احنا حطيناه، هنتبلهم برضو عشان تبقى شاربه التتبيله كده من كل النواحي، من الجهتين. بنرشرش عليهم كده رشات كده بالشكل ده. بعد كده بقى هنيجي على البوتاجاز بعد ما تبلتهم حلو كده. هنجيب بقى جريلا او طاسة، وعليها بقى شوية من الزيت، حوالي عن ربع كوباية او رشة كده، او معلقتين كده 3. وهنبدأ بقى نشوح الفراخ بتاعتنا دي، نديها صدمة كده، تحمر كده من كل النواحي. هنقلبها بقى كده لحد ما تاخد اللون من الجهتين بالشكل ده. قلبتها كده، يعني هنفضل بقى حاطينها كده تاخد اللون من كل النواحي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد ما تبقى مستوية معانا واخدة اللون من كل الاتجاهات كده بالشكل ده. ونطلعها بقى ونغطي عليها. طعمها يا جماعة والله حاجة كده لذيذة وتحفة. هحطها بقى واطلعها كده بالشكل ده. كده خلاص خلصت معانا الصدور الفراخ بتاعتنا. جبت بقى طماطم سلقتها وقشرتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شلت القشرة من عليها كلها تماما. اديتها غلوة كده على البوتاجاز لحد ايه ما القشرة بتاعتها بدأت تطلع كده. قشرتها بايدي، وبعد كده هقطعها بقى قطع صغيرة خالص. لو انت بقى عايزة تستعملي طماطم مجففة ماشي، براحتك انت. خلاص كده خلصت الطماطم. جيت بقى على البوتاجاز، جبت حلة نصها مية، وهبدأ بقى اسلق المكرونة بتاعتي. حطيت حوالي عن معلقة ونص من الملح. بنملحها حلو كده عشان تبقى واخدة طعم يعني ما تبقاش يعني تبقى متملحة وحلوة كده. حطيت كيسين من المكرونة. لو عايزة بقى تقللي الكمية بتاعت المكرونة بتقللي الكمية في الصوصات اللي احنا هنعملها. جبت بقى حلة على النار، نزلت بمعلقة من السمنة او الزبدة، وحتى حطيت برضو معلقتين من الزيت. بصلاية كبيرة كده متوسطة، او بصلتين متوسطين برضو. بشرتهم كده ونزلت بيهم. وبعد كده بقى جبت حوالي عن 5 فصوص من الثوم. فرمتهم حلو كده او بشرتهم بالمبشرة. وهنزل على البصلة كده تديها ريحة حلوة كده، وهفضل اشوحها كده من الوقت للتاني كده، تشويحة حلوة كده بسيطة. بعد كده بقى هنجيب بقى الصلصة بتاعتنا، هننزل بيها معلقتين من الصلصة كبار. هننزل بيهم كده مع البصل والثوم، هشوحها حلو كده واقلبها شوية. بعد كده بقى هننزل بالطماطم اللي احنا قطعناها، اللي احنا قشرناها من القشر بتاعها. طماطم يا جماعة لازم نقشرها الاول، وننزل بها كده
اللحم بس، ناخد اللحم بس. هديها تشويحة برضو كده حوالي عن 3 دقايق كده لحد ما تحس ان هي استوت تماما. جبت بقى الكريمة بتاعتي، نزلت بيها معايا 2 كريمة بكوين. لو ما فيش كريمة يا جماعة يبقى كوباية من الحليب فيها حوالي عن 3 معالق من القشطة. عشان ايه؟ بدل يعني الكريمة لو ما فيش كريمة. قلبت بقى كل ده مع بعضه كده يختلط ببعضه. الصوص بقى جميل ازاي، بقى لونه وردي جميل، يعني لا ابيض ولا يعني مش ابيض قوي، يعني هو اللون الوردي. نزلت بقى برشة من الملح ونزلت برضو بنص كوباية من المية بتاعت المكرونة اللي احنا سلقناها يا جماعة. خدت منها نص كوباية ونزلت بيها، زودت بيها الصلصة بتاعتنا. وبعد كده جبت برضو حوالي عن كوباية من الجبنة الموتزاريلا، نزلت بيها برضو كده وقلبتها تماما. هديها غلوة واحدة وبعد كده هنزل بالمكرونة بتاعتي بالشكل ده كده. خلاص غلت معانا. هنزل بقى بالمكرونة بتاعتي بعد ما سلقتها كده. احنا يعني لو ما تسلقهاش قوي، يعني تكون يعني واخدة يعني سايبة، يعني ما تبقاش مسلوقة قوي، يعني نص سوا كده. نزلت بها كده في على السوس اللي انا عملته. شوفوا بقى واخدة السوس جميل ازاي، السوس يعني يا دوبك على قدها بالظبط. لو عايزين بقى تعملوا الكمية اللي انا عملتها تبقى نفس الكمية بتاعت الصوص بتكتريها، يعني نفس المقدار اللي انا عاملاه المكرونة دي. عايزة تقللي او عايزة تكتري بتزودي انت بقى الصوص بتاعه بتزودي الكمية معايا بقى بالشكل الجميل ده. شوفوا ده يبدوب وسايح ازاي يا جماعة، شاربة من الصوص كلته ما شاء الله، تحفة يا جماعة. وطعمها كمان في نفس الوقت طعمها خطيرة، عجبت الاولاد قوي، طعمها رائع. هنجيب بقى القطع بتاعتنا اللي احنا عملناها صدور الفراخ، قطعتها بقى بالشكل ده وحطيتها على وش الحلة كده. هتتقلب بقى مع المكرونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتقلبيها مع بعضها كده وتقدميها بقى لأولادك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تحفة 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 والله يا جماعة، تعجبكم وسهلة وبسيطة خالص، ما خدتش مني اي وقت. مش هتحتاجي تقفي كتير في المطبخ. شوفوا الجمال بتاعها والحلاوة بتاعتها، طعمها روعة. هنقدمها بقى ونغرفها بالشكل ده. بتقدميها بقى كده وبألف هنا وشفا ليا وليكم. حاجة كده تشرف وحاجة جميلة وهتعجبك وهتعجب أولادك. يلا قومي جربيها واكتبي لي في الكومنتات ايه رأيك في الجمال والحلاوة دي. ما شاء الله تحفة. لايك وشير لو عجبك الفيديو.